أهلا وسهلا بكم النهاردة. أنا عاوز أكلمكم النهاردة عن سؤال في كل مجتمع من المجتمعات، وهو كيف تتقدم مصر. الحقيقة سبقني إلى هذا السؤال عالم اجتماع عظيم وكبير قوي، اسمه جونار ميردال، رجل عالم اجتماع سويدي. هو بيقول: أردت أن أنا أعرف سبب فقر وشقاء وبؤس الدول الشقية البائسة المتخلفة المتأخرة في نص سطر أو سطرين. ليه يا سيدي؟ أنا عاوز أعمل زي أينشتاين. أينشتاين قدر يفتح عالم الطاقة على عالم المادة بنص سطر. قال الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. طيب وإيه علاقة دي بالاجتماع؟ قال أنا عاوز أعرف في نص سطر برضه إيه سبب شقاء الدول دي. وصلت النتيجة يا جونار؟ قال وصلت. إيه هي يا سيدي؟ قال الدولة الرخوة. يعني إيه دولة رخوة يا جونار ميردال؟ قال الدولة الرخوة هي الدولة التي يغيب فيها أو تغيب فيها سيادة القانون. يعني إيه؟ قال يعني عدد القضايا بالنسبة لعدد السكان كثيرة جدا. بالمناسبة دي احنا عندنا حوالي 18 مليون قضية. يعني لو قلنا في القضية 2 بيتشكلوا، عندنا دي 40 مليون بني آدم بيتشكلوا. خدوا بالكم أقل من سن 18 سنة ملوش الحق في رفع قضايا، اما يوصل للسن هيرفع. سرعة البت في الأحكام، الواحد مننا بيرفع قضية ويمكن يموت من قبل ما يحصل على حكم. قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام، الدولة عاجزة. اللي مش مصدق يروح يشوف وزارة العدل، هيجد 3 مليون قضية أحكام نهائية والدولة عاجزة عن التنفيذ. ما نستغربش للبلطجة بقى. هو بيقول لك أنا الدولة مش مدياني حقي، آخد حقي بدراعي. إنما لو كانت دولة قوية ما هياش رخوة زي ما جونار ميردال بيقول، كانت قدرت تاخد الحقوق لأصحابها. فإذا كيف تتقدم مصر؟ سيادة القانون. عشان تعرفوا الفرق بين دولة ودولة، بين أمريكا والصومال، بلاش مصر. مستر براون في أركنسو، وهي أحد الولايات، غني جدا، حب يدخل بنتين بناته لمدرسة للبيض. راح للناظر قال له اوعى تفكر، دي لبيض البيض، كريمة الكريمة. راح للمحافظ قال له اوعى تفكر. رفع قضية لأن الدستور الأمريكي به بند يقول: نحن لا يهمنا لونك ولا دينك، يهمنا أن تعطي هذا البلد أفضل ما عندك، وسيعطيك هذا البلد أفضل ما عندك. رفع القضية، كسب القضية، حكم نهائي بعد الاستئناف. البنات يدخلوا المدرسة. راح للناظر قال له on my dead body، على جثتي، ولادك بناتك مش داخلين. القانون الأمريكي يعطي الحق لأي إنسان حصل على حكم نهائي ولم ينفذ أن يقابل رئيس الدولة. كان رئيس الدولة في ذلك الوقت ترومان. استقبله هو والمحامي بتاعه، خد الورق بتاع القضية. البيت الأبيض أصدر أمر إن البنتين ما يدخلوا المدرسة. الناظر اتجنن والمحافظ معاه. يعملوا إيه؟ عملوا حاجة خايبة زي اللي إحنا بنعملها. إيه هي؟ مظاهرات بين السود والبيض، مش المسيحيين والمسلمين. والتمس ناظر المدرسة إرجاء دخول البنتين للعام الدراسي القادم حتى تهدأ الأمور. لغاية كده قصة عادية، إنما عشان تعرفوا دي، رغم يعني عارفين أمريكا دي أنا شايف إنها سبب كثير من بؤس هذا العالم يعني. المهم، إنما لها الحق في أن تضع علمها على سطح القمر. ليه؟ سيادة القانون. أعلن البيت الأبيض أن أركنسو ولاية في حالة عصيان مدني، أحاطها بالبحرية الأمريكية. ألقي القبض على الناظر والمحافظ، 3 أيام وكل واحد خد 10 سنين سجن. وألقي القبض على 200 من مثير الشغب، ودخلوا البنتين المدرسة في حماية القوة الأمريكية. هذه هي سيادة القانون، وهذه هي الدولة، وفرق بين دولة أمريكا والصومال. شكرا.
انتي مين؟ الظل اللي مسنودة عليه من غير ما تبقي مكسورة، ومسنودة عليه